تحدي الضحك. ايه ده حبيبي؟ حسب الله. وانتم الان رسميا في اقوى تحدي ضحك على اليوتيوب. مين هيطبل للعروسة؟ اهلا بكل الناس في اقوى واحلى واعظم قناة على اليوتيوب. انا احمد السيسي وانت دلوقتي بتشوف قناة AMA. طبعا كلنا عارفين ان الضحك مفيد للصحة النفسية، عشان كده كل الفيديوهات اللي هتكون على القناة دي هتكون فيديوهات ضحك. فلو اول مرة تشوفني انزل دلوقتي اشترك في القناة واعمل لايك، ودول مش هيكلفوك اي حاجة. واللي قدامك ده الانستا بتاعي، ادخل عليه ولو معاك فيديوهات بتضحك ابعتها لي هناك ونعمل تحدي ضحكني واكسب. فانزل دلوقتي اشترك في القناه واعمل لايك للفيديو ده، ودول مش هيكلفوك حاجه. وتعالى بقى نكمل فيديو النهارده. هوبا تمام كده زي الفل. بالنسبه لي انا صباح الخير عشان لسه صاحي. بالنسبه لك انت زي ما يكون صباح الخير مساء الخير. على كل حال انا بحبك واهلا بيك في فيديو جديد من سلسله اللي كل الناس بتعشقها، تحدي الضحك. جمعت لكم اجمد ميمز في العالم حطيتهم لكم في الفيديو ده. انا زيكم لسه ما شفتش الفيديوهات وبتفاجئ قدامكم، بس انا متوقع ان الفيديو ده هيكون اجمد فيديو على اليوتيوب. مش هنتكلم كتير زي كل يوم وهندخل في الفيديو بسرعه. طلب بسيط يا صاحبي منك، ما تشوفش الفيديو لحد الاخر لان انا خايف عليك وعلى اللي هيحصل لك. ويلا بينا بقى عشان ثواني وهتبدا جرعه فتاكه من الضحك. هشغل التسجيلات وهرص الفيديوهات وانتم الان رسميا في اقوى تحدي ضحك على اليوتيوب. هوبا بينا يلا بينا نبدا باول فيديو. لما اختك تطلب اطيب اكله تذوقتها بحياتك بس ما فيك تقول لها غير ملحها زياده لانها اختك. بس كده هوب كده ستروب، مفيش اي كلام مفيش اي اكشن. اوكي فهمت. اختك هي اللي بتعيط، انا بحسب الاخ هو اللي بيعيط. لا مؤاخذه يا رجاله. موقف محرج للمذيع وانت اللي بتقدم البرنامج. هو انت يا خالد بتقدم البرنامج؟ الله يسلمك خالتم حسام. انا اللي بقدمه. انت بس شكلك ما بتاخذ قروش انت منهم. لا والله رواتبنا جيده. خلاص جيد اشتري لك بنطلون. طب اشتري لك بنطلون يا خالد. هو خالتي هذا ما اللي بيحوم على الناس انت قلت لي البسي مدرقه، لبست انا مدرقه، قلت ليش البنطلون؟ هذا مسع من التعب والله. بتفكرني بست لما البس بنطلون مقطوع واروح لها اقول لها ست ده انا شارب 500 جنيه، تقول لا 500 جنيه كنت اتجوزت بيهم. انا وصديقتي لما نروح عزا، هو وصديقته هو صديق ولا انت وصديقتك؟ حبيبي الله يسلمك. الله تسلم حبيبي الله يسلمك. واقي شمس عشان ما تسمر. يا ابو سلمان والله العظيم حط طيب. انا سمر لا ولا حطه طيب وجهك والله العظيم. يا ابو سلمان والله العظيم واقي شمس. يا ابو سلمان. هي في ناس كده ما بتصدقش النظافه. كيف تضحك بأدب؟ How do we laugh? We laugh politely. Ha ha ha. ايه ده حبيبي؟ حسب الله بقى بيعمل فيديوهات لما تيجي تاكل وهي ابن اخوك انت بدون سبب. حسب الله ده يا جدعان حته سكره. مش كل الناس هتعرف حسب الله، انا اعرفه عشان انا متابع الفنون القتاليه وكده، وهو يا قصه كبيره بس انا بحبه يعني. رساله للاخصام. لكل واحد دخل حياتي وطفاها، عايزه اقول لكم ان انتوا بعد ما خرجتوا جبت لندا. مين هيطبل للعروسه؟ ده فيديو بتاعي لازم اضحك لازم. ابوني تشبع ضحك. لايك واكسبلور، تابع للخير، الحاجه تضرب من جديد. ماما
ماما ماما واش؟ احكي لي على يوم القيامة. احكي لي على يوم القيامة. هاي قامت القيامة عليك وعلى بابك الطحان. روح هاك انا راك نجيب. ماما انت لا؟ ماما اليوم ماما علي تاني قدامك. اليوم ماما ايوا تعطل. ماما واش بيك جنيتهم؟ ها هبط لك من السماء. اليوم ماما راني موستيكون. يلا ضحك بس، لو محتاج تضحك طول الوقت تابعني وبس. شاي ما قاقا او شيماء. طب يوسف يعني انت بتغني من امتى؟ من وانا في ثالثه ابتدائي كنت بغني. بتغني من وانت في ثالثه ابتدائي؟ في الاذاعه بغني الصبح. ده انت طلعت طفل عندك احاسيس ومشاعر اهو. انت يعني متفرغ للفن يا يوسف ولا بتشتغل شغلانه تانية مثلا؟ انا قاعد اصلا انا حياتي في الاستوديو. ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. بسمع الحاجات القديمه، بسمع ام كلثوم، عبد الحليم، بحب اسمع فيروز، سيد درويش طبعا، ولعي، حسن ابو لغد، علي. يعني عامل شغل كتير غير اللي هو السكتشات. يعني في سكتشات وفي شغل، في شغل بقى تراب وفي شغل راب، في مهرجان. عازف تاني انت يا استاذ، عازف ومغني في وقت بكره يتقلد على فكره ويبقى عالمي فظيع، بس انتوا اللي دماغكم ضيقه وصدوركم اضيق وعقولكم اضيق واضيق. ما تزيدش يا ابراهيم. انا عايزك تغني اغنيه ثانيه غير شيماء دلوقتي. اتفضل يا فندم. هنغني يا استاذ ماشي والجمهور يحكم. يعني بس دي حاجه كده ايه برومو ايه اللي جاي من 1 2 3. ايوه. هنا في اصل انتوا فيش اصل، هنا في ناس تتشال على الراس، هنا في اصل بس انتوا فيش اصل. هو ده النادي وانا في. ايوه يا فنان. لا ولابط بسم الله ما شاء الله، ده منطلق في الكلام كأن مفيش ولا حاجه. والله يا بص اقول لك حاجه. انت عاجبني في الموضوع. احييهم على فكره وادعمهم واكلمهم واناقشهم واشكرهم وامدحهم او اسيبهم في حالهم. يا جماعه الشيء ده كل ما يفتح بقه بينرفزني. بس يا شيء حاضر. ممكن تدخل الامتحان بتاع؟ اكيد طبعا، انا بخلص الورق اليومين دول وان شاء الله خير باذن الله. امتحن قدام الاستاذ هاني شاكر طبعا وكده. امتحن قدام يعني اي حد من اخواتي الكبار. ادمر اجيال ده. يعني انا عارف ان هم هيقفوا جنبي وهيساعدوني. مش عارف اقول لك ايه، الموضوع محرج شويه يا جون ومش عارف اجيبها لك ازاي. انا مش عارف يعني الفنان هاني شاكر ممكن يعمل ايه. ما ترسلنا على بره. اذا كنتوا عايزينها دوله دينيه فعلا ما تقولوا لنا. هو ايه ده؟ اسكت ايه؟ انا قلت لحضرتك انا عايز اكل عيش وعايز حضرتك فاهم القصه والكلام. انا كده اطمنت على مستقبلك يا ابني. انتهت جرعة الحماس وانتهت جرعة الضحك وانتهت جرعة المتعة. ستنتهون الآن من رؤية أعظم وجه على اليوتيوب، أكتر وجه وسيم في العالم. ولحد هنا والفيديو خلص والفيديوهات خلصت، واشوفكم في فيديو جديد، وديروا بالكم على حالكم. سلام.